سهل جدا اجي اعمل حلقه التوقعات بتاعه الدوريات الاوروبيه واقول لكم ان مانشستر سيتي هيكسب الدوري الانجليزي، هالاند هيكون هداف الدوري، وكالعاده ريال مدريد هيكسب الليجا ودوري الابطال، وان مبابي هيولع الدنيا. فانا مش هعمل كده. انا جاي النهارده اعمل توقعات غريبه جدا، مش بس الناس مش هتكون متوقعاها، ولكن ناس كتير ممكن تبقى شايفاها مستحيله. وعلى فكره التوقعات دي مش هتكون توقعات غريبه وكده والسلام بس عشان اعمل اثاره جدل زي ما اقول ان مانشستر يونايتد هيكسب الدوري الانجليزي، ولكنها مبنيه على شويه ارقام كده حقيقيه وعلى حاجات شفناها قبل كده على مدار التاريخ. هبدا باول توقع خفيف كده، والتوقع ده ممكن يفرق شويه مع الناس اللي بتلعب ومهتميه بالفانتسي بريمير ليج، وهو ان لاعب تشيلسي كول بالمر هيعمل موسم مش قد كده ومش هيقرب من الارقام اللي عملها الموسم اللي فات. السنه اللي فاتت كول بالمر كان مسجل في الدوري 22 جون وكان بيجي في المركز الثاني بعد ايرلينج هالاند على قائمه الهدافين. ولكن تعالوا نفصص ارقامه كده شويه عشان تشوفوا انا ليه بقول ان الموسم ده مش هيبقى قد كده. من ال 22 جون اللي بالمر سجلهم الموسم اللي فات كان 9 منهم ضربات جزاء. تشيلسي السنه اللي فاتت اتحسب له 12 ضربه جزاء وكان اكتر فريق من كل فرق الدوري، ودي الحاجه اللي صعب جدا تتكرر تاني السنه دي. مش بس كده، بالمر نسبه تسجيله لضربات الجزاء دي كانت 100%، وده اعلى من النسبه الطبيعيه اللي هي من 85 ل 90% بالنسبه لضربات جزاء. فعشان كده وارد جدا ان ضربه الجزاء الجايه بالمر يضيعها، ولو ما ضيعهاش يبقى لو شاط 9 جايين وارد قوي قوي انه يضيع على الاقل 2 منهم. طيب لو شلنا ضربات الجزاء هنلاقي ان بالمر الموسم اللي فات مسجل 13 جول من اللعب المفتوح، ولكن كان جايب هاتريك في ماتش وسوبر هاتريك في ماتش تاني. من الاخر كده من 13 جول اللي كان مسجلهم لعب مفتوح 7 منهم جم في ماتشين 2 بس. يعني في بقيه ال 28 ماتش اللي بالمر لعبهم كان مسجل 6 جوان بس مش ضربات جزاء. وعشان كده بقول ان ممكن جدا ارقامه تقل جدا الموسم ده. فرقه مفاجاه هي اللي هتكسب دوري الابطال السنه دي. بس خلينا كده نتكلم بصراحه، لما باجي اقول فرقه مفاجاه من الاخر معناها ان اي فرقه مش ريال مدريد ولا مانشستر سيتي، لان لو بصينا على معظم الفرق اللي ممكن تكسبها مش ريال وسيتي هنلاقيهم ان كلهم يعتبروا مفاجات. ليفربول مثلا مدير فني ما عندوش خبره قوي واول موسم له مع الفرقه هتبقى مفاجاه. ارسنال عمرهم ما كسبوها قبل كده فلو كسبوها مفاجاه. بايرن ميونخ مدربهم فينسنت كومباني كان بيدرب بيرنلي السنه اللي فاتت وهبط، لو كسبها مفاجاه. برشلونه عندهم عك في الفلوس غير طبيعي ومش عارفين يدفعوا فواتير الكهرباء. باريس سان جيرمان بعد ما النجوم كلها مشيت مبابي نيمار ميسي ان من غيرهم يكسبها طبعا هتكون مفاجاه. وبصراحه بقالنا كتير جدا ما شفناش مفاجآت في دوري الابطال. يعني متهيألي اخر مفاجاه حصلت كانت من 20 سنه لما في موسم 2003 2004 بورتو طبعا مدربهم جوزيه مورينيو كسبوا دوري الابطال لما كسبوا النهائي قدام موناكو. طب ليه بقى الريال ولا سيتي مش هيكسبوها؟ هقول لكم في التوقعين الجايين. مانشستر سيتي مش بس مش هيكسب دوري الابطال السنه دي، ولكن اتوقع انه مش هيكسب حتى دوري انجلترا. في حلقه قبل كده اتكلمت عن 3 اسباب ليه ده هيحصل، اللي مش عايز يخش يبص عليها الخصها لكم كده بسرعه. انه من الاخر معظم فرقه مانشستر سيتي ومعظم اللعيبه المهمه فوق سن 29 سنه، وده السن اللي معظم لعيبه الكوره مستواهم بيبدا ينزل فيه. يعني في احسن الظروف مستواهم بيثبت ولكن عمره ما بيتحسن، وفوق كل ده الاصابات فوق سن 29 سنه بتزيد. فممكن ومتوقع جدا ان مانشستر سيتي مستواه الموسم الجاي يا هيبقى هو زي الموسم اللي فات او كمان اسوأ، ولو ده حصل مش هيكسبوا الدوري. تاني حاجه ان كان من اهم اسباب فوزهم في الدوري الموسم اللي فات الاجوان المهمه جدا اللي كان بيجيبها في الفودن، ولكن طريقه في الفودن في تسجيل الاجوان صعب جدا تستمر الموسمين ورا بعض. في الفودن الموسم اللي فات كان مسجل 11 جون من بره منطقه الجزاء وكان معدي اهدافه المتوقعه باكتر من 9 اجوان، والحاجتين دول شبه مستحيل يتكرروا الموسم ده. وفوق كل الكلام ده هيبقى فيه القضية بتاعت مانشستر سيتي وال115 تهمة المتوجهة ليهم شغالة طول السنة، والقضية دي هتعمل سحابة سودة هتغيم على الموسم بتاع مانشستر سيتي من أوله لآخره أيا كان إيه الحكم فيها. وهزود بقى على التوقع ده إن مش بس سيتي مش هيكسبوا الدوري، دول كمان هيطلعوا تالت مش تاني، لأن على مدار تاريخ جراديولا كده في التدريب عمره ما خسر دوري كان بينافس عليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في ال3 مرات اللي جراديولا ما كسبش فيهم الدوري كان بعيد جدا عن المنافسه وبفرق نقط كتير عن الفرقه اللي كسبت الدوري. فلو التاريخ بيعيد نفسه مانشستر سيتي مش بس مش هيكسب الدوري، هو مش هينافس عليه حتى. زيهم بقى كده توقع ان ريال مدريد مش هيكسب حاجه الموسم الجاي. تقول لي يعني ريال مدريد اللي كسبان الليجا وكسبان دوري الابطال راح اشترى كيليان امبابي واحد من احسن ان ما كانش احسن لاعب في العالم ومش هيكسب حاجه؟ اقول لك بالظبط كده.
بص بصراحة التوقع ده أنا مش مقتنع بيه قوي، ولكن تعالوا كده نبص عليه شوية. كارلو أنشيلوتي أكيد من أحسن المديرين الفنيين على مدار التاريخ، ولكن طريقته في اللعب بعكس المديرين الفنيين الجداد زي مثلا جراديولا، أرتيتا وألونزو طريقة بسيطة مش معقدة. طريقته ببساطة مبنية إن يكون عنده 11 لاعب من أحسن اللعيبة اللي في العالم، وبينفذوا له كل اللي هو عايزه من غير فزلكة، وكل اللعيبة دي بتخدم على بعض وما عندهمش فكرة النجم الأوحد. كيليان امبابي هو النجم الأوحد، ومن كل اللي شفناه منه من شوية مشاكل كده ويعني نفسنا كده في باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، صعب جدا ان الموضوع ده يتغير عنده بسرعة. فلو سيبنا كده من أرقامه في دوري فرنسا، يعني دوري مش قد كده، ولكن تعالوا نبص على أرقامه في دوري الأبطال الموسم اللي فات، هنلاقي ان مبابي كان مسجل 8 تجوان خطير، ولكنه ما كانش عامل ولا اسيست لزمايله. مش معنى الكلام ده ان مبابي هيفشل في ريال مدريد، ولكن الموضوع هياخد يمكن وقت علشان الفرقة وهو يتعودوا على بعض. وعشان كده بقول ان الموسم جاي مش هيكسبوا لا الدوري ولا دوري الابطال، وفوق بقى كل ده هزود واقول اتلتيكو مدريد هو اللي هيكسب الدوري. ليه بقول اتلتيكو؟ عشان بصراحه انا شايفهم احسن فرقه عملت صفقات الصيف ده، ومش بس كده، دول عملوا تاني اكبر صفقه في الموسم كله بعد مبابي لريال مدريد، وهي انهم راحوا اشتروا ب90 مليون جوليان الفاريز من مانشستر سيتي. لاعب انا بعتبره خطير، وما كانش واخد يمكن حقه شويه في وجود هالاند، ولكن مع اتلتيكو مدريد هيولع الدوري الاسباني. باير ليفركوزن الموسم اللي فات عملوا موسم رهيب، موسم بلا هزيمه في الدوري والكاس، خلى ان كل انديه العالم عايزين يتعاقدوا مع جابي الونزو المدير الفني. وفي الموسم كله في كل البطولات ما خسروش غير ماتش واحد بس، وكان نهائي اليوروبا ليج. هم المرشح الاول للفوز بالبوندسليغا الموسم ده، ولكن انا بتوقع ان هم مش بس مش هيكسبوه، كمان هيعملوا موسم مش قد كده. ليه بقول كده؟ ببساطه الاجوان الكتير اللي بيسجلوها في الوقت بدل الضايع. الموسم اللي فات ليفركوزن اتعادل او كسب 12 ماتش بعد الدقيقه 90. ده رقم خرافي لاي فرقه على مر التاريخ انه يتعمل في موسم واحد. مش بس كده، من 89 جون اللي سجلوهم في الدوري 41 كانوا بعد الدقيقه 80، يعني تقريبا نص الاجوان اللي سجلوها جت في اخر 10 دقائق من الماتشات. هتقول لي مش هي دي اللي بيسموها شخصيه البطل؟ احب اقول لك بقى ان التاريخ بيقول عكس كده. رحت بصيت كده على ارقام الدوري الانجليزي في الموضوع ده. اخترت الدوري الانجليزي ليه؟ عشان فرق اكتر كسبته في الفترات اللي فاتت في اخر 30 سنه، من بدايه اللي بيسموها البريمير ليج دي. اكتر 5 فرق سجلت اجوان وكسبت بيها ماتشات بعد الدقيقه 90: تشيلسي عملها 26 مره، مانشستر يونايتد 27، توتنهام 29، ارسنال 30، وليفربول 41. تخيلوا بقى ان اكتر وثالث اكتر فرق عملوا الموضوع ده هم ليفربول وتوتنهام هوتسبيرز، الفرقتين اللي على بعض ما بينهم في اخر 30 سنه بطوله دوري واحده بس. الاكتر من ده ان اخر مره الفرقه اللي كسبت الدوري كانت اكتر فرقه في الموسم مسجله جوان بعد الدقيقه 90 كان من اكتر من 21 سنه لما مانشستر يونايتد عملوها في موسم 2002 2003. فالكلام ده كله يقول لنا ان شخصيه البطل اللي بجد انك تكسب الماتش بدري بدري، وما تحطش نفسك ان انت تبقى مضطر تبذل مجهود بدني وذهني زياده عشان تعوض النتيجه. وهي دي الحاجه اللي فعلا مانشستر سيتي جبار فيها، يعني باستثناء اول دوري خدوه وجون اجويرو ده، محدش يفتكر لهم اجوان كتير مهمه جابوها بعد الدقيقه 90. ولو رجعت لليفركوزن ادينا شفنا حصل ايه في تاني ماتش ليهم في الموسم، بعد ما كانوا متقدمين في النتيجه في الشوط الاول على ارضهم 2-0، خلصوا الماتش خسرانين 3-2. فخلاص هيبه اللاهزيمه دي اتفرتكت، وفرق كتير تانية هتعوز تعلم عليهم. قولوا لي بقى ايه رايكم في التوقعات دي؟ هل في حاجه منهم فعلا ممكن تحصل ولا كل ده اي كلام؟ هرجع للتوقعات دي تاني في اخر الموسم ونشوف هل فيهم حاجه حصلت ولا لا. واشوفكم الحلقه الجايه.